بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل بطاطس جراتان. آه، آه، دي مش وجبة أساسية، يعني ما تعتبرش طبق أساسي. دي بتتحط كده جنب الأكل. آه، ف يعني زي مقبلات جنب الأكل كده، إنما مش ما تنفعش طبق رئيسي يعني. حلوة ولذيذة على فكرة وخفيفة. إن شاء الله بإذن الله هتعجبكم. هنشوف دلوقتي هنعملها ازاي مع بعض. اهم حاجة انك تكوني مقطعة البطاطس، يعني لا هي شيبسي ولا هي زي صينية البطاطس، يعني ما بين البنين، ان لو زي الشيبسي هتنشف مننا وتجلد كده، ولو تخينة قوي مش هتستوي. اللبن والكريمة والحاجات دي مش هتسويها. ان شاء الله نبدأ نقول كده مع بعض. هنا انا لما طلعت غطيتها بس بفويل علشان تطرى زيادة. هقطع البطاطس زي ما قلت لكم. هنقطع البطاطس لا هي شيبسي زي ما قلنا ولا هي تخينة. تنفع حلوة، بتبقى حلوة قوي في العزومات، تنفع تبقى جميلة يعني كده. لو عاملة صواني بتبقى حاجة لذيذة أنا بحبها جدا على فكرة. بحب يعني لما بكون في فرح ولا حاجة بختارها أول حاجة من البوفيه. تمام، أنا قطعتها خالص رفيعة اهي. جربوها يا جماعة، الحاجات دي بتبقى خفيفة ومش بتاخد وقت، وفي نفس الوقت بتبقى لذيذة يعني. هنرجعها هنا تاني علشان نبتدي نرصها، لان هي دي الصينية اللي هشتغل فيها. تمام، ادي كده الحلة اللي هعمل فيها هو انا حطيت معلقة دقيق يعني علشان تتخن شوية، لان احنا كنا هناكلها في ساعتها. لكن انتي لو هتسيبيها شوية بلاش تحطي دقيق، اكتفي باللبن والكريمة. الكريمة اللباني هي بتبقى وصفة معتمدة على الكريمة اللباني او القشطة او كده. انا هنزل كده على اللبن بالقشطه اللي عندي، انا اللي كان عندي قشطه. دي انا نزلت الاول بمعلقه دقيق علشان اتخن يعني زي البشاميل كده، اتخن اللبن شويه فما تبقاش سايحه قوي. انت لو هتركنيها لا سيبيها بقى بالكريمه واللبن وبس. احنا لان كنا هناكلها في ساعتها فما كانتش هتلحق تتخن يعني. بس هنقلب معلقه الدقيق مع اللبن، بعدين هننزل عليها بالقشطه. دي قشطة لبن يا جماعة على فكرة، أنا محوشاها من اللبن الطبيعي اللي بجيبه، بحوشها في علبة كده في الفريزر. بتنفع لو هتعملي برام رز، لو هتعملي بشاميل، الحاجات اللي بتحب تضيفي عليها القشطة والحاجات دي. ندوبنا هنا معلقة الدقيق. هننزل بقى بالقشطة أو الكريمة اللباني أو كريمة الطبخ، أي حاجة من دي هي بتنفع. نظبط الملح والفلفل الأول وبعدين هننزل بيها بالكريمة أو القشطة يعني. أنا اللي عندي قشطة، شوية ملح حلوين شوية فلفل حلوين، لأن البطاطس أصلا معلهاش ملح، فهو ده اللي هيظبط. حابة إن خايفة البطاطس تاخد منك، جوز الطيب ده أساسي يا جماعة. خايفة إن البطاطس تاخد منك سوا، اغلي مية وانزلي بيها، انزلي بالبطاطس عليها، سيبيها 10 دقايق كده وطلعيها. تكوني طفيتي النار يعني، مش هتاخد منك سوا. ولازم لما تدخليها الفرن تكون النار واطية جدا، لان لبن وكريمة والكلام ده كله بيفور. ده قشطة اللبن اللي انا محوشاها. شوية بس ايه حاجات كده لازم نقولها، انك لازم تكوني موطية عليها النار لحد ما تحسي انها استوت. تعلقي تاخد وش، لقيتيها لسه ما استوتش غطيها بفويل زي ما انا عملت في الاول كده. بس كده هنقلبها لحد ما تتخن معانا. التوم برضو يا جماعة، التوم اساسي برضو.
حابة تحطيه على البطاطس نفسها وهي في الصينية تمام. انا حطيته كده في اللبن، كان طعمها حلو جدا على فكرة. بس زي ما قلت لك، لو هتركنيها بلاش تحطي معلقة الدقيق اللي انا حطيتها. لو هتاكليها على طول ممكن معلقة الدقيق تحسن معاكي السمك اللي انت عايزاه. حابة بقى ترصيها، حابة تحطيها كلها على بعضها، يعني ممكن تحطي طبقة تحت زي كأننا بنعمل بشاميل، ممكن ترصيها بالطريقة دي اللي هي البطاطس ورا بعضها كده. انا فحكشتها كده وحطيت طبقة تحت وطبقة فوق، حلوة قوي كده يعني. كده كده في السوا يعني مفيش حاجة هتبان انها مرصوصة. بس تمام كده. هننزل برضو باللبن والكريمة والقشطة اللي احنا عاملينه. زي ما قلت لكم يا جماعة، طريقة البطاطس الجراتان بتعتمد على الكريمة اللباني او كريمة الطبخ، هو ده اللي بيظبط الطعم معاه. حتة زبدة، هننزل بحتة زبدة في النص كده علشان برضو تعزز الطعم. احنا ما حطيناش مادة دهنية في اللبن، اعتمدنا على القشطة والكريمة اللي احنا حاطينها، فمش هنحط كتير يعني. هننزل باللبن برضو نص نص على الطبقة التحتانية. وزي ما قلنا يا جماعة، نوطي النار خالص في الفرن. لو وصلنا لحد هنا ولسه أول مرة تشوفوني، يا ريت نشترك في القناة ونعمل لايك لو الفيديو عجبكم. هي طعمها حلو جدا يا جماعة، بس جربوها. هننزل بالطبقة التانية برضو، وخلاص كده هننزل بالباقي اللبن والكريمة والقشطة على الوش، وندخلها الفرن زي ما قلنا على درجة حرارة 150 كفاية. لو فرنك مفيهوش تايمر، خلي النار وسط عشان تستوي براحتها وما تفرش منك. ان دي يا جماعة مش البشاميل اللي بتستوي على طول، لان المكرونة بتبقى مسلوقة. لكن دي بطاطس مهما كانت الطبقة رقيقة فأكيد برضو بتاخد سوا. هننزل بالباقي كده، نملاها نخليها متغرقة كده. الوش طبعا مليان. احنا قلنا اللبن ده عبارة عن معلقة دقيق، وفي ناس على فكرة بيعملوها بالبشاميل خالص يعني من غير كريمة ولا قشطة ولا حاجة، بس ما بتديش نفس الطعم بتاع البطاطس الجراتان. انا دقتها، عملتها بالبشاميل قبل كده، لا ما مش نفس الطعم، لكن الكريمة هي اللي بتظبط طعمها. هندخلها زي ما قلنا على درجة حرارة 150. باقي الزبدة هنحطه هنا على الوش. بس حتة الزبدة هي كل اللي حطيته حوالي معلقة زبدة يعني، في الطبقة اللي تحت والطبقة اللي فوق، مش كتير. هي الإضاءة كانت مضايقاني، شايفين بقى انتوا الخيالات دي، فمعلش يعني. خلاص كده ندخلها الفرن درجة حرارة 150. اهو التايمر قدامكم باين اهو. بس كده طلعت خلاص. ادي كده عليت عليها النار عشان تاخد وش بعد ما حسيت انها استوت. وعشان اتاكد انها استوت اكتر برضو، انا غطيتها بفويل حوالي نص ساعة. بس انا بس معلش كنت بطلع بايد واحدة اعذروني، بس هي هتعجبكم يعني في النهاية ان شاء الله لو جربتوها. وزي ما قلنا دي سايد ديش يا جماعة، مش وجبة اساسية، دي طبق كده جانبي بيتحط جنب الاكل. عاملة صواني، عندك عزومة، عندك مناسبة كده حلوة. وبالهنا والشفا يا جماعة. انا اللي كلت الحبة دول على فكرة. الف هنا، جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. ما خدتش وقت ولا مجهود، سهلة وبسيطة. ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.